هو ابني منهجه ايه في 4 سنوات المفروض ياخد ايه؟ المنهج بتاعه ايه؟ 4 سنوات المفروض ياخد ايه؟ تعالي اقول لك بسرعه كده على طول المنهج بتاعه، بس ما تنساش المتابعه والشير والكومنت الجميل فضلا وليس امرا. اذا عجبك الفيديو يا ريت ما تبخلش علينا. طيب منهج كي جي 1 في العربي اول حاجه ابنك بياخد الاحرف، ولازما قبل ما اقول لك المنهج ادي لكل حرف حقه. انا من الشخصيات دي بحب ادي لكل حاجه حقها. فالحروف اخدها بتاخد معاكي شهرين ونص، بعدها الحروف اللثويه بتاخد معاكي بالظبط 3 حصص، الحروف القطع او الحروف الشقيه او الرافصه او العضاضه. انا كميس ايمان ما بقولش كل ده، ودي اكبر غلطه بنقابلها ومدرسين كتير بيقعوا فيها. لو سمحتوا يا جماعه ما تقولوش كل ده، انا عايزه كلمه واحده بس، قطع، حروف القطع، لان اللي بيجي في الامتحان استخرج القطع، استخرج حرف قطع، لا بيجي رافص ولا بيجي شقي ولا بيجي عضاض. طيب هناخد بعد كده ايه الحروف المفخمه اللي هي مجموعه في كلمه خصه ضغط قص، يعني الحروف اللي سمعتها مني دي كلها دلوقتي دي الحروف المفخمه. هناخد الفرق بين الحروف المتشابهه، وركزوا جدا في الحروف المتشابهه لان امهات كتير جابت لي كومنتات كتير يا مس لو سمحتي ابني بيتلخبط بين الحروف اللي شبه بعضيها، ابني بيتلخبط في النطق وفي الكتابه. تمام، يعني انا في الحته دي بالذات هجيب الحروف اللي بتتلخبط فيها نطق وكتابه اللي هي الثاء والذال والظاء. تمام. طيب التاء والطاء الحاجات دي كلها هناخد اشكال بعض الحروف في الاول وفي الوسط وفي الاخر. وعايزه اقول لكم انا عامله كتاب مخصوص لحروف الهجاء، وكتاب التاني المستوى التاني مخصوص لاشكال الحروف في الاول وفي الوسط وفي الاخر، يعني مديه لكل حاجه تخصصها. لو عايزين الكتاب بس اكتبوه في كومنت وهبعت لكم فيديو الكتاب. ناخد بعد كده عندنا هنا كده الحروف بحركه الفتح، وخلي بالك الفتحه على طول وانت مغمضه شهرين، شهرين ما تقليش، شهرين تاخدي بقى فتح كلمات جمل قطع استخرج حلل ادمج كل ده معاكي. هتاخدي الحروف بحركه الكسر، وكده نقول لك مبروك عليك منهج كي جي 1 خلص. نخش بقى في كي جي 2 من اول حركه الضم. بس عايزه اقول لك في الفتح والكسر هتبدا اول حاجه بالحروف من اول الف لحد السين دي في حصه، وبعد كده ارجع من الشين لحد الياء دي في الحصه الثانيه، وبعد كده ارجع ادي حرفين ثنائي، وبعد كده ارجع ادي ثلاثي، شايفين كام حصه كده 4، وبعدين ادي جمل كده خماسي 5 حصص، وبعدين هبدا ادي قطع 6 حصص، وهكذا طول ما انت ماشيه. املا بقى كتير جدا وقراءه كتير جدا، يعني عايزه اقول لكم انا بدي كميه قراءه وكميه املا في الحصه بشع. عشان ايه؟ عشان ولادي ما يقفش قدامهم حاجه. بصوا ده شكل الثنائي اهو الشكل ده كده، وده شكله الثلاثي. تمام. طيب نيجي بعد كده، بس ده منهج ابنك كده خلصنا والمنهج خلص. ده منهج سنه كامله يا جماعه. في الحساب استنونا بقى منهج كي جي 1 في الحساب بعد ده مباشره، هتلاقوه في اول تعليق او هتلاقوه بعد الفيديو ده مباشره. منهج كي جي 1 في الحساب هتلاقوني بقى منزله في اول تعليق كده منهج كي جي 1 عربي وحساب وانجليزي وماس بكل التفاصيل، في هري كتير جدا جدا هيفيدك قوي، ركزي فيه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعه واللايك والكومنت جميل، واستنونا